سنة 2004 في أوكسفورد في إنجلترا لقاو واحد الولد في الطوموبيل ديالو غارق في الدمايات، وكان واحد الحبل داير على عنقه. هاد الولد سميتو أراش جورباني، مسلم من أصول إيرانية. في الأول المحققين شكوا باللي كاينة شي عصابة اللي استهدفاتو، ولا غيكون عنده شي علاقة بالمخدرات ولا علاقة بالسرقة، ولكن في الاخر عرفوا باللي القصه خطار من هادشي كامل. السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في حلقه جديده. بغيت نسولكم على واحد الحاجه، واش ما لاحظتوش التغيير في الصوت؟ راني بدلت الميكرو هذه الخامس في المرات اللي كنبدلو، حيت ما كيصدقوش ليا وكنشريهم، وملي كنجي نسجل بهم كنلقاهم لا علاقه. وهذا هو السبب علاش كنت غابره بزاف واحد المده حتى شريت هذا الميكرو، وكنتمنى الصوت يكون ولا كيجيكم مريح. وبغيت نقول لكم باللي راه اللي جاي غيعجبكم بزاف في هاد القناه، راه كاين الجديد. المهم قبل ما نبدا في القصه بغيت نقول لكم واحد الحاجه غير بالزربه وغنبدا، ما تقلقوش. المهم بغيت نقول لكم راه كنبقى كنضحك بزاف وغير بوحدي ملي كنقرا هذوك التعاليق ديالكم. سبحان الله، تقول بحال راه كنعرفكم عن قرب وكنعرفكم من زمان. فبلا ما نطول عليكم ويلا نبداو على بركه الله. القضيه ديال اليوم غدينا لمدينه اوكسفورد في انجلترا، وبالضبط نهار 20 يونيو 2004 في حي هادئ سميتو روز هيل مع 11:30 ديال الليل. واحد البوليسي اللي خدام في الليل شاف واحد الطوموبيل واقفه بواحد الطريقه غريبه في الزنقه. كانت اللور ديالها طالع فوق الرصيف والقدام ديالها خارج في الشارع، وكان الضو ديالها شاعل ولكن الموتور ديال الطوموبيل مطفي والشرجم محلول. ملي البوليس قرب من هذيك الطوموبيل وطل فيها لداخل، شاف باللي كاين فيها واحد الولد جالس في الكرسي ديال الشيفور وغارق في الدم، والمنظر كان خايب بزاف. الولد كانوا فيه بزاف ديال الطعنات في صدره، وكان مربوط من حدا من جهه العنق ديالو بواحد الحبل في اللون الزرق، وهذا الحبل كان مشدود مع الكرسي. وغير شي دقائق قليله غيوصلوا المحققين للبلاصه ديال الجريمه، واول حاجه كان خاصهم يعرفوها هي شكون هو هذا الولد وشكون دار فيه هذيك الحاله كامله. فريق الادله الجنائيه بداو كيجمعوا في الادله من الطوموبيل، وفي نفس الوقت المحققين جبدوا من نمره الطوموبيل المعلومات ديال مولاها ومشاو عنده للدار. وغير حل عليهم واحد الراجل سميتو رحيم غرباني، وقال لهم انه هو مول الطوموبيل ولكن ولدو أراش هو اللي كيسوقها. فالمحققين قالوا لرحيم شنو وقع لولدو أراش، ومن طبيعة الحال بلا ما نقول لكم على والديه تصدموا ونهاروا بالبكاء ملي سمعوا بهذا الخبر الكارثي. ولكن المحققين كانوا باغين يعرفوا معلومات اكثر على ولدو أراش، وغيعرفوا باللي عنده 19 عام وكيقرا في كليه الهندسه في جامعه اوكسفورد، وكان كيحلم يكون مهندس بحال بواه، وكل شيء كيبغيه حيت كان ولد محترم ومزيان ومربي وما عمرو دار شي مشكل مع شي واحد، وكان ولد اللي داخل سوق راسو ومسالم. وفي هذاك الوقت خبراء الادله الجنائيه بقاو كيعاينوا في الطوموبيل، يعني كيديروا ليها كيفحصوها مزيان، وكان عندهم الامل باللي القاتل يمكن يكون خلى شي دليل في هذيك الطوموبيل بحال البصمات ولا الاديان، وممكن تكون حتى شي نقطه ديال الدم ديالو. وكانوا كيقلبوا حتى على سلاح الجريمه في البلاصه اللي لقاو فيها الطوموبيل، ولكن ما لقاو حتى شي اثار لسلاح الجريمه ابدا. وقبل ما يديو الطوموبيل المختبر باش يديروا ليها المعاينه، قرروا يستعملوا واحد التقنيه جديده في هذيك الساعه طبعا سميتها جمع الالياف. فغطاو الطوموبيل من الداخل واحتاجوا أراش بواحد الشريط لاصق باش تلصق فيه كاع الالياف اللي كاينه واللي ممكن تكون جايه من الحوايج ديال المجرم. ولكن المشكل هو ان هذه التقنيه كتحتاج لبزاف ديال الوقت، واحد الوقت طويل ومكلفه جدا، والنتيجه ديالها يمكن تحتاج لشهور عاد تبان. ولكن قرروا يديروها حيت بعض المرات الالياف كتكون هي الدليل الوحيد اللي عندهم، فما يمكنش يضيعوها. بعد ما سلاو هذه المهمه هزوا جثه أراش باش يديروا ليه
التشريح والطوموبيل مشات للمعاينه، وبداو المحققين كيسولوا في الناس ديال المنطقه اللي لقاو فيها الطوموبيل. على الله الا يكون شي واحد سمع ولا شاف شي حاجه اللي تقدر تعاونهم في التحقيق، ولكن للاسف ما كانوش الشهود وما لقاو حتى شي حاجه اللي تعاونهم من هاد الجهه. من بعد المحققين قرروا يهضروا مره اخرى مع والدين اراش، يمكن يكونوا عندهم شي فكره على شكون اللي وراء هاد الجريمه. وملي هضروا مع رحيم بابات اراش غيقول لهم انا عارف ومتيقن شكون اللي دار هاد الشيء في ولدي، وطلب منهم يمشيو يحققوا مع عائله مانا اللي هي الحبيبه ديال اراش. وهنا رحيم بدا كيعاود ليهم على العلاقه ديال ولدو بمانا، وقال ليهم باللي كانوا مرتبطين لمده 15 شهر، واراش تعرف عليها عن طريق شي واحد من صحابه، ومانا اول ما شافته طاحت فيه طيحه عمياء وحتى هو بغاها. ولكن المشكل هو ان العائله ديال مانا ما كانتش موافقه نهائيا على اراش، والمحققين ملي هضروا مع صحاب اراش عرفوا انه ما كانش عنده مع خو مانا الكبير ابدا اللي سميتو مجيب الرحمن، وما كانوش كيطيقوا بعضياتهم. وطبعا هاد الهضره اللي قالوا صحاب اراش وباه اللي شاك في عائله مانا خلاتهم يشكوا في مجيب الرحمن خو الحبيبه ديال اراش. داكشي علاش البوليس تحركوا بالزربه للدار ديال عائله الرحمن، وكانت 7 ديال الصباح، والعائله كامله ناضت مخلوعه ومفزوعه من الدقان ديال البوليس في الباب، وكاملين كانوا مستغربين وما فاهمين شنو واقع. ملي دخلوا البوليس للدار طلبوا منهم باش يفتشوا لهم الدار، وبداو كيفتشوا في الدار وطلعوا للطابق اللي الفوق ودخلوا البيت مجيب الرحمن. ومجيب كان عاد راجع ديك الساعه من الرحله اللي كان فيها مع صحابه في اسبانيا، كان شاري شماس من تما، وكاع هاد الماس كانوا محطوطين في بيته. فالبوليس خداو هادوك الماس وخداو حتى حوايجو باش يديوهم للمختبر الجنائي. وبعد ما سالاو تفتيش الدار شدوا مجيب الرحمن وداوه معاهم الكوميساريه باش يحققوا معاه. وفي الكوميساريه خداو منه عينه ديال الاديان والبصمات ديالو. ولكن واش البوليس شادين الشخص صحيح ولا باقي خاص الوقت باش يعرفوا المجرم الحقيقي؟ المحققين بداو في التحقيق مع مجيب وسولوه على الراي ديالو في العلاقه مع اختو مانا مع اراش، وهو يجاوبهم قال لهم حنا عائله من اصول هنديه مسلمين ومتدينين، وحرام تكون في علاقه معاه قبل من الزواج. وقال لهم باللي باه كان باغي يزوجها بواحد الراجل بواحد الولد مسلم وملتزم من عائله متدينه بحالهم، واراش ما كانش هو الولد اللي كيتمناوه لبنتهم. قال لهم اراش كان مسلم ولكن راه كان متفتح وما تربى لا على دين لا على العادات والتقاليد ديالهم. هو بابات اراش تزاد في ايران وعائلته كلها مسلمين، ولكن ملي كبر قرر يخرج من الاسلام، وقال لولادو ملي تكبروا اختاروا الدين اللي يناسبكم. وهذا الشيء علاش عائله مانا ما كانوش مقتنعين باراش، وقالوا ليها هاد العلاقه خاصه تسالي نهائيا. ولكن البنت كانت كتبغيه بزاف وكانت مصممه على انها تزوج به. وهنا المشكله كبرات ملي خوها وباها بداو كيضربوها وكيعنفوها حتى غتهرب مع اراش ومشات تعيش معاه. ومن خلال التحريات عرفوا باللي هاد الفتره اللي كانت برا الدار مع اراش حملات منه. وملي الرحمن بابات اراش عرف بقضيه الحمل قال لولدو انه مستعد يتحمل كاع المصاريف ويزوجهم باش عائلتها توافق على العلاقه ديالهم. وبالفعل بداو كيخططوا انهم يتزوجوا. ولكن في واحد النهار الام ديال مانا تلاقات مع مانا بالصدفه في واحد المول، وكان باين عليها باللي راها حامله، وتما هضرات معاها وقنعاتها باش ترجع معاها للدار. ومن بعد العائله عرفت بقضيه الحمل، يعني خوتها وباباها وكل شيء عرف. والغريب هو في التحقيق مع خوها مجيب الرحمن ملي سولوه البوليس واش كنتي عارف باللي مانا واراش ناويين يتزوجوا وباللي هي كانت حامله منه، هو تفاجئ وقال لا هذه اول مره كنعرف هذه المعلومه من عندكم دابا. طبعا المحقق ما صدقوش وقال ليه كيفاش اختك حامله والناس كاملين عارفين وانت بوحدك اللي ما عارفش. في هذا الوقت المختص الجنائي رجع السجلات والمكالمات ديال اراش باش يعرف التوقيت اللي وقعت فيه الجريمه، ولقى باللي اراش اتصل بمانا بزاف ديال المرات في ديك الليله. وفي اخر مكالمه قال لها انا عاد خارج
من الدار دابا وغندوز عندك باش ناخذك، يعني غياخذها من دارهم يديها معاه. يعني اراش خرج من الدار ديالو مع 48 دقيقه ديال الليل، والطريق من دارو لدار مانا كدي شي 15 دقيقه بحال هكاك، ولكن اراش ما وصلش عندها ولقاوه ميت في الطوموبيل ديالو على بعد 500 متر من دار مانا. يعني تقريبا الجريمه وقعت مع 9 ديال الليل. وفي هذا الوقت فريق الادله الجنائيه قلبوا كاع البلايص وفلاو الطوموبيل ديال اراش، وغيشد انتباههم واحد المسمار صغيور طيح في ديك البواطه اللي حدا الفران ديال اليد. فهذا الدليل كيبان بسيط وصغير، ولكن راه موراه سر كبير. وبما ان اراش مطعون تقريبا 46 طعنه في الطوموبيل كانت غارقه دم، وكان منتشر في الطوموبيل كامل الدم ديالو، يعني احتمال كبير يكون الجاني عمرو ليه حوايجو بالدم، وممكن حتى هو يكون تجرح. وطبعا الى لقاو شي نقطه ديال الدم ديالو في الطوموبيل غيعرفوه شكون هو. وحتى فريق الادله الجنائيه جمعوا البصمات وخداو المساحات من الطوموبيل وصيفطوهم باش يقارنوهم مع قاعده البيانات الوطنيه. وحتى الحبل اللي كان في العنق ديال اراش غيصيفطوه يتحلل في المختبر الجنائي. فالمحققين كانوا شاكين ان المجرم كان جالس ورا الكرسي ديال اراش وشد اراش في بلاصتو ولوى عليه داك الحبل، يعني احتمال يلقاو الاثر ديال الحمض النووي ديال المجرم من خلايا الجلد ديالو، يقدر يكون لصق في هذاك الحبل. ولكن للاسف عاوتاني بعد ما عاينوا هذاك الحبل ما لقاو حتى شي اثار ديال الحمض النووي، وما لقاو لا بصمات لا دم ديال الجاني. وهكا القضيه غير فين زادت تعقدات. وحتى لدابا راه ما كاين حتى شي دليل مادي اللي غيوصلهم الحقيقه. اما تقرير الطبيب الشرعي فاكد باللي ما كاينش اثار الخنق، وهذا الشيء كان غريب بزاف، حيت هذا الشيء كيعني باللي الحبل اللي كان داير على العنق ديال اراش راه تحط بعد ما مات، وماشي هو السبب في الموت ديالو. ولكن شنو هي القضيه ديال هذا الحبل وعلاش كان محطوط هكاك؟ حيت الجاني ما استعملوش غير حاطو. فالمحققين عاودوا استجابوا مجيب الرحمن وسولوه فين كان وشنو كنتي كدير في هذيك الليله ديال الجريمه. ولكن قبل ما نبدا بغيت نفكركم ان الوقت ديال ارتكاب الجريمه كان تقريبا 9 ديال العشيه. نشوفوا شنو هما التحركات ديال مجيب الرحمن في هذيك الليله. مجيب قال انه في هذيك الليله نعس مع 8 ديال العشيه، ومن بعد خرج من الدار مع 9 ومع 9 ونص ركب في الطوبيس اللي كان غادي لوسط المدينه. وخاصكم تعرفوا واحد الحاجه، راه انجلترا عامره بالكاميرات ديال المراقبه كاينين في كل بلاصه، وهذا الشيء زوين بزاف وكنتمنى يكون في اي بلاد في العالم. وداك الشيء علاش قدروا يشوفوا في التسجيل ديال الكاميرا الطوبيس اللي ركب فيه، وكان باين في الكاميرا مع 9 ونص كان لابس قميجه بيضاء وسروال كحل، وفي التسجيل كان باين عادي بزاف وما باينش عليه شي توتر، وما باينش عليه عاد دار شي جريمه قتل قبل بنص ساعه. في كاميرات المراقبه شافوا المحطه اللي نزل فيها، ومجيب الرحمن قال ملي نزل من الطوبيس مشى جبد الفلوس من الكيشي، وبالفعل بان في الكاميرا اللي حدا البنكه ملي جبد منها الفلوس. ومن بعد شافوه في الكاميرا مشى لواحد الكافي ومع 3 ديال الصباح ركب في طاكسي ورجع للدار ونعس، حتى فاق في الصباح على الصوت ديال البوليس اللي جاو شدوه بعد 4 سوايع ملي رجع للدار. وملي قلبوا بيتو خداو هذوك الماس وحوايجو اللي كان لابس في هذيك الليله اللي كان باين بهم في التسجيل، والماس والحوايج تصيفطوا للمختبر الجنائي باش يشوفوا واش فيهم شي دليل اللي يقدر يربطوا بالجريمه. ولكن خبراء الادله ما لقاو حتى شي حاجه عاوتاني اللي كتثبت باللي هادوك الماس تستعملوا في الجريمه، وحتى حوايجو ما لقاو عليهم حتى شي دليل، وما لقاو لا بصمات ولا عينات ديال الدم اللي خداو من الطوموبيل متطابقين معاه. يعني ما كاين حتى شي دليل اللي كيبين ان مجيب الرحمن هو القاتل. الحاجه الوحيده اللي عندهم عليه هي انه ما كانش راضي على العلاقه ديال اختو مع اراش، وهذا الشيء طبعا ماشي دليل كافي، وداك الشيء علاش اضطروا انهم يطلقوه بكفاله. ولكن التحقيقات بقات خدامه وكانوا كيقلبوا على شي دليل ولا خيط جديد باش يحل القضيه. والطبيب الشرعي قال ان اراش مضروب 46 طعنه كلها في صدره، وسلاح الجريمه كان موس
الطول ديالو تقريبا 7 سنتيم، وقال باللي ما كانوش فيه شي علامات ديال الدفاع، يعني اراش ما كانش كيدافع على راسو. المحققين غيستنتجوا باللي المجرم ما كانش بوحدو، غالبا كان معاه شي واحد اللي عاونو، شي واحد اللي كان جالس في الكرسي الوراء ديال اراش ولصق اراش مع الكرسي بالصمته ديال الطوموبيل وزيرو باش تثبتو في بلاصتو وبقاو كيطعنوه حتى مات. في الوقت اللي كان الخبير الجنائي كيفحص في الحوايج ديال اراش، لقى واحد طريف صغير ديال الحديد في جيب القميجه ديالو، وملي تمعن فيها شويه قال غتكون عندها علاقه مع هذاك المسمار اللي لقاوه قبل في الجنب ديال الفران ديال اليد، وقالوا بحال هاد الطرف ديال الحديد الكماله ديال هذاك المسمار، فخباوها مع الادله الا تفيدهم من بعد. والمحققين كانوا حاطين غير على مجيب الرحمن، وكانوا باغين يثبتوا عليه باللي هو المتورط في الجريمه، فحتى غيبان ليهم واحد الدليل خطير اللي غادي يعاونهم يحلوا القضيه. ومن بعد يومين على الجريمه مع الجوج ديال النهار كانوا شي خدامين في واحد البلاصه وشافوا طوموبيل حمراء وقفات، والشيفور ديالها نزل منها بالزربه وكان هاز واحد الساشي ولاها تما فيها واحد البلاصه خاويه. والخدامه استغربوا قالوا كيفاش هذا الشيء، كيفاش هذا جاي يحتال لهنا باش يلوح هذيك البلاستيكه؟ قالوا شي حاجه ماشي هي هذيك، ولكن المشكل شافوه غير من بعيد وما شافوش وجهه مزيان، وجاهم الفضول ومشاو يشوفوا شنو كاين في هذيك الساشي، وداك الشيء اللي شافوه غيخليهم يعيطوا للبوليس في البلاصه. هاد البلاستيكه هي الدليل اللي كيقلبوا عليه، وهي الدليل اللي غيوصلهم للحقيقه. البلاستيكه كان فيها كاسكيطه وقبيه زرقاء وليغون كحلين وغلاض، وكانت فيها موس مهرس. واش ممكن يكون هذا الموس هو سلاح الجريمه؟ واش ممكن يكون فيه الحمض النووي ديال المجرم ولا ديال اراش ولا بصماتو؟ مني صيفطوا الموس للمختبر الجنائي لقاو فيه الدم ديال اراش وكان معوج، وهذا الشيء دليل على الوحشيه ديال الطعنات اللي طعن بها اراش. وغالبا الموس دخلات حتى العظام ديال الصدر ديالو، لان الموس من كثره الجهد ديال الطعنات تهرس وتعوج، حتى لدرجه المسمار اللي كان في اليد ديال الموس طاح النص ديالو في جيب القميجه ديال اراش، والنص الاخر طاح في هذيك البواطه حدا الفران ديال اليد. دابا تاكدوا باللي الموس هو سلاح الجريمه، ودابا غادي يبداو يحللوا في الحوايج اللي كانوا في هذيك البلاستيكه. لقاو في هذيك القبيه اثار ديال الدم والدم ديال اراش، اما الكاسكيطه فكان ساهل يلقاو فيها الحمض النووي في الجهه ديال الشبهه، حيت كتكون محطوطه مباشره مع البشره. وبالفعل لقاو في الكاسكيطه الحمض النووي ديال مجيب الرحمن، وهنا ولا عندهم دليل مادي وملموس وقوي ضده. الكاسكيطه فيها الحمض النووي ديالو، وكانت في هذيك البلاستيكه اللي فيها سلاح الجريمه، وداك الشيء علاش مباشره شدوه بتهمه القتل العمد. ولكن ماشي هذه هي نهايه القصه، راه باقي غادي يكتشفوا امور خايبه وخطيره بزاف. ملي بدا التحقيق مع مجيب الرحمن اللي عنده 18 عام، واجهوه بجميع الادله اللي عندهم، الكاسكيطه القبيه وليغون والسلاح، ولكن هو انكر كل شيء وقال ما عنده حتى شي علاقه بهذه الجريمه، وقال باللي الكاسكيطه قديمه وما عرفش شكون خداها ليه ولا واش تلفات ليه ولا شنو. ولكن هضرته ما كانش عندها شي تفسير منطقي وعلاش لقاو الحمض النووي ديالو في هذيك الكاسكيطه. وفي نفس الوقت اكتشفوا باللي الطوموبيل الحمراء اللي شافوها الخدامه كانت ديال باه، وهذا الشيء خلاهم يشكوا باللي ماشي غير مجيب الرحمن اللي متورط في الجريمه. وداك الشيء علاش شدوا حتى باباه ووجهوا ليه تهمه التورط في الجريمه والتخلص من الادله. في التحقيق مع باباه اللي عنده 44 عام سولوه علاش لاح هذيك البلاستيكه بالحوايج اللي فيها في هذيك البلاصه الخاليه زعما. جاوبهم باللي ما لاح حتى شي حاجه، وقال باللي فعلا هو كان دايز من تما من هذيك البلاصه في هذاك النهار وفي هذاك الوقت نيت بالضبط، ولكن ما وقفش وما رمى حتى شي حاجه. وزاد
نكر باللي ما عنده حتى شي علاقه بهذاك الشيء اللي واقع للأراش. ولكن في نفس الوقت الخبير الجنائي لقى الحمض النووي ديال شخص واحد اخر في الكاسكيطه، تبين باللي الحمض النووي ديال بابات مجيب الرحمن، وهذا الشيء كيبين باللي على الاقل راه هو شد هذيك الكاسكيطه اللي كانت في البلاستيكه، وباللي هو اللي حاول يتخلص من الادله. اما اكبر واخطر دليل فهو لي غون اللي لقاو فيهم الدم من برا ديال أراش. ولكن المفاجاه هي فاش قلبوا مزيان هذوك لي غون غيلاحظوا واحد تقطيعه صغيره كاينه في الصبع ديال هذوك لي غون، وملي قلبوها من الداخل لقاو فيها اثار ديال الدم، وهذا الدم اللي كان في الداخل ديال هذوك لي غون ماشي ديال أراش، ديال شخص تاني. وكان باين شراسه الضرب اللي خدا أراش غير من هذيك القبضه ديال الموس اللي تهرسات. وغالبا الموس دخل بين الاصابع ديال الجاني وقطع لي غون وجرحوه وخلى الدم ديالو داخل هذوك لي غون. الحمض النووي اللي كان في لي غون كان ديال شخص ثالث، يعني ماشي ديال مجيب وماشي ديال باباه تشومير. ونفس الحمض النووي لقاوه في الكاسكيطه وفي هذيك القبيه اللي كانت عامره بدم أراش. ولكن شكون هذا الشخص الثالث في نظركم؟ هنا المحققين قرروا ياخذوا عينات ديال الADN من جميع افراد عائله رحمن. وكانت المفاجاه الحمض النووي ديال خوهم الصغير مانور اللي عنده غير 15 عام، وبالطبع شدوه حتى هو. المحققين تخيلوا السيناريو اللي وقع. مانور كان جالس في الكرسي القدام حدا أراش، وكان عنده الموس هو، حيت هو اللي كان لابس لي غون، وحيت ما كايناش شي جروح ديال الدفاع في الجسم ديال أراش. واستنتجوا ان مجيب حيت هو الكبير وهو اللي قوي كان جالس في الكرسي اللي ورا أراش، واستعمل الصمته ديال الكرسي ديال الطوموبيل باش يثبتو في بلاصتو، وخلى مانور خوه الصغير ضربوه ب 46 طعنه. وفاش كانوا كيسولوا مانور ما كانش باين عليه شي اصابات اللي باينين واضحين، ولكن هو قال بنفسه عنده جرح صغير في يده، وطلب منهم البونسمون زعما يديروها ليه ديال الجرح. ورغم هذا الشيء كامل نكر حتى هو باللي ما عنده حتى شي علاقه بهذه الجريمه. وفاش كملوا معاه التحقيق قال لهم باللي هو كان اقرب واحد لاختو، وكان عارف انها كتحماق على أراش، وكان موافق على العلاقه بيناتهم. كان حتى بعض المرات كيهضر مع أراش وقال لهم راه ما عنده حتى شي مشكل معاهم، يعني ما عنده حتى شي مشكل مع أراش حيت كانوا باغيين يتزوجوا، فهو كان موافق. ولكن ملي المحققين واجهوه بالادله اللي ضده سكت وما عرفش يجاوب، وما لقى حتى شي تفسير علاش الحمض النووي ديالو لقاو في هذوك لي غون وفي الكاسكيطه وحتى في هذيك القبيه اللي فيها الدم ديال أراش. وزيد عليها لقاو حتى البصمات ديالو في الساشي من برا، هذيك الساشي اللي كانت مرميه فيها الادله. فالادله كانوا قويين ضد مانور وخوه مجيب الرحمن، ولكن البوليس كانوا متاكدين ان الاب تشومير علي هو الراس المدبر ديال هذا الشيء كامل، وان الدور ديالو كان كبار بزاف من غير انه يتخلص من الادله. المحققين كانوا مقتنعين باللي الاب هو اللي خطط للجريمه وهو اللي حرض ولاده بجوج باش يصفيوها الأراش. ولكن في التحقيق مع الاب نكر باللي هو الراس المدبر. ولكن المحقق قال ليه باللي مانا كانت كتحماق على أراش وانتوما ما كنتوش موافقين عليه وبغيتوا تزوجوها بواحد اخر. فالبنت هربات من الدار، ولكن من بعد شي شهور رجعات وهي حامله من أراش، وانت بغيتي تخليه يدفع الثمن وتغسل الشرف ديال العائله من العار. في الحقيقه تشومير دمر مستقبلهم كاملين، مستقبل العائله ولادو، وقنع ولده اللي عنده غير 15 عام وولده الثاني اللي عنده 18 عام انهم يصفيوها الولد اللي يلا في عمره 19 عام. كانت الامور تقدر تحل بطريقه اخرى، ماشي يدمر عائله وماشي يغطي خطا بخطا كبر منه. المهم من خلال خبرة المحققين بجرائم الشرف اللي بحال هذا الشيء شكوا باللي الاب اختار اصغر ولد عنده باش ينفذ الجريمه، باش الى الشرطه اكتشفتهم ياخذ اقل عقوبه حيت هو راه قاصر وتحت السن القانوني. وقالوا ان الحبل اللي كان داير على العنق ديال أراش واللي ما كانش عنده حتى شي دخل في الموت ديالو كان مجرد رمز او رساله منهم باللي في الاخير هما اللي ربحوا أراش وعرفوا كيفاش يدلوه. المفاجاه الكبيره هي انه من بعد ما شدوهم ب3 بابات أراش اللي هو الضحيه
طلب من المحقق المسؤول على القضية يطلب من عائلة الرحمن أنه يقول لهم راه مستعد ياخد البيبي ملي تزاد هو اللي يربيه. ولكن بابات أراج صدم ملي قال ليه المحقق راه ما كاين حتى شي بيبي، راه مانا دارت الإجهاض وغالبا عائلتها هما اللي فرضوها عليها باش دير هذيك العملية ديال الإجهاض. وأخيرا في شهر نوفمبر 2005 بدات المحاكمة. الأب وولادو بجوج نكروا جميع التهم اللي موجهة ليهم، وحتى واحد ما بغى يعترف وما بان على حتى شي واحد شي إحساس ولا ندم. وفي الأخير هيئة المحكمة حكمات على أن الثلاثة مذنبين وتحكم عليهم بالسجن المؤبد. ولكن مانور الولد الصغير غادي يكون مؤهل لإفراج المشروط من بعد 14 عام ديال السجن، يعني أقل مدة غادي يدوزها في الحبس هي 14 عام، ومن بعد يقدر يقدم طلب الخروج، والقاضي يا إما يوافق يا إما يرفض. وبالنسبة لمجيب الرحمن غادي يكون مؤهل لإفراج المشروط من بعد 16 عام. أما الأب تومير علي الراس المدبر الجريمة واللي حرض ولاده غادي يكون مؤهل للإفراج المشروط من بعد 20 عام. يلا تهلاو ليا فراسكم بزاف 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 بزاف، وباي باي.